السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مديرك طلب منك عايز يشوف ليست اوف برودكتس اللي احنا خلصناها لحد دلوقتي، وانت بقى شخص منظم حطيت الكلام ده على اكسل شيت وبدات ان انت تعمل كولوم فيه ليست اوف برودكتس والكولوم التاني برسنتج كومبليتد. في طريقه بروفيشنال باستخدام الاكسل تقدر تعرض الكلام ده على مديرك وتبهره بالداتا بتاعتك. هو اللي انت تحول البيانات دي كلها او البرسنتج كومبليتد كلها لبروجرس بار، وده اللي احنا هنعرفه النهارده في الفيديو، ازاي اعمل بروجرس بار. يلا بينا على الاكسلايه ونتعلم الكلام ده مع بعض. زي ما انا قلت لك بقى دلوقتي انت عندك ليست اوف برودكتس وعندك برسنتج كومبليتد. كل اللي انت هتعمله ببساطه اول حاجه انت محتاج تدخل كولوم جديد، هتسمي الكولوم ده اسمه بروجرس بار. طب هنعمل ايه بعد كده؟ هنبدا ان احنا نعلم على كل السيلز اللي موجوده عندي هنا واختار كونديشنال فورماتنج وابدا اكتب نيو رول. هختار اخر واحده اللي هي use a formula to determine which cells to format. هيبقى عندي هنا خانه اكتب فيها الفورمولا بتاعتي. هكتب هنا الفورمولا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن equal، اروح واخد الكولوم والرو ده، ولكن قبل ما ابدا ان انا اكمل الفورمولا بتاعتي انا محتاج ان انا اشيل العلامه بتاعتي الفيكسد. لو انت هتلاقي علامه الدولار دي هي عباره عن فيكسد كولوم فيكسد رو. طب انا هشيلها ازاي؟ هقف عليها كده وابدا ان انا ادوس ديليت وهنا، وبعد كده ادخل الفورمولا بتاعتي هي اصغر من او بيساوي 100%. طب انا عايز الفورمات بتاعي يبقى ايه؟ اختار اي كلر، ادوس على فيل. انا عايز والله لو هي 100% او اقل من 100% فاللون يبقى اخضر. بعد كده ادوس اوكي. اوكي تمام، هشوف المنظر ده قدامي. هفضل سايب السيلز متعلم عليها واخش تاني في كونديشنال فورماتنج واكتب بقى، بس المره دي اضغط على مانج رولز. هلاقي عندي الفورمولا بتاعتي اللي انا دخلتها واروح دايس نيو رول، واروح برضو مختار الحاجه الاخيره وهكتب هنا نفس القصه اللي هي جي 5. انا بحاول ان انا اجيبها على طول جي 5 اقل من، عايز مثلا الفورمولا بتاعتي تبقى اقل من 60%، لو البروجرس بتاعي بخليها 50%. فهخلي الفورمات بتاعي مثلا لونه برتقاني. اوكي اوكي، فلقيت الرول اتضافت معايا هنا، برضو اروح دايس نيو رول تاني وادخل الفورمولا بتاعتي ايكوال جي 5 اقل من 30%. ده بالنسبه لي ده كده برودكت كريتيكال قوي ومحتاج ان انا اشتغل عليه، عشان انا كده مش هلحق ان انا ادلفر للعميل. وادوس فورمات واروح مختار اللون اللي هو الاحمر وادوس اوكي. اتاكد ان السيكونس هنا مظبوط، يعني انا الرقم القليل اللي هو 30% وبعد كده 50% وبعد كده 100%، واروح دايس ابلاي. اوكي، هلاقي المنظر ده قدامي دلوقتي. طب انا كده خلصت؟ لا لسه طبعا، انا محتاج ان انا ابدا ان انا انشئ البروجرس بار بقى. هحط هنا في ايكويشن مهمه جدا ان هي تتحط هنا، لكن قبل ما احط الايكويشن محتاج ان انا اخش تاني على كونديشنال فورماتنج، وبعد كده المره دي اختار بقى الداتا بارز واختار اخر واحده اللي هي مور رولز. هلاقي الشكل ده يظهر معايا. اول حاجه هضغط عليها هي شو بار اونلي، وبعد كده هنا في التايب اختار نمبر، وفي الماكسيمم برضو هنا اختار نمبر، وتحت الماكسيمم اختار اللي هي 100% اللي هي تبقى 1. هاجي هنا عند البار ابييرنس، انا الكلر بتاعي محتاج ان هو يكون ابيض، اللي هو الجزء اللي لسه ما خلص في البرودكت يبقى لونه ابيض. وعايز البار دايركشن بتاعي، عندي اوبشنز من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، انا هختار من اليمين للشمال اللي هي رايت تو ليفت، وبعد كده اروح دايس اوكي. انا لسه معلم على السيلز اللي موجوده عندي هنا، وابدا اروح دايس ايكوال 1 ناقص البرسنتج بتاعت الكومبليتد وادوس اوكي. وبعد كده اخد دي كابي واروح اعمل لها بيست في كل السيلز اللي موجوده عندي. زي ما احنا كده شايفين دلوقتي اتحولت البرسنتج الى بروجرس بار، وهو ده المطلوب. لو انا جيت غيرت دلوقتي النسبه دي خليتها 100%، ايه اللي هيحصل؟ البروجرس بار هيتغير معايا والعمليات بقت دايناميك، وانا دلوقتي عندي رؤيه واضحه واقدر ان انا اقول لمديري فين البرودكتس اللي فيها مشاكل واللي احنا متاخرين فيها، زي برودكت بي زي برودكت دي وبرودكت اف وهكذا. لو انا خلصت برودكت اف بنسبه معينه، فانا مثلا حولتها ل 50%،
هلاقي اللون بيتغير لوحده، وده البروجرس بار. لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب تكون المعلومة دي مفيدة بالنسبة لك. يلا ما تستناش، ابدأ حول الداتا بتاعتك لبروجرس بار وابهر مديرك. اشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير، والسلام عليكم.